السلام عليكم يا امارات يا جميلات يا حبايب قلبي منوريني. النهارده بقى جارتي عملت فيا موقف عايزه احكيه لكم. اجت النهارده خبطت فتحت الباب قامت حاطه لي الغله ده على السفره. ايه يا حبيبتي عايزه ايه؟ قالت لي معلش جالي ظرف طارئ، معلش يا حبيبتي اعملي لي الغله دي عشان ندراها، اعملها لها عاشوره. قلت لها وماله يا حبيبتي هعملها لك لله مش مشكله، ولكن تجيب لي الغله وانقيها واغسلها واعملها من طب اغسلها لي وهاتها لي. لا مفيش الكلام ده. المهم انا قمت بالواجب بغسلها قدامكم اهوت غسله حلوه زي الفل كده، وشايف الميه بيضه زي الفل في ايديا ازاي. هغسلها الغسله الحلوه ديت وانقعها بقى ساعتين. في يعني ما بتتنقع بقى اقوم غسله الحله الحلوه بتاعتي اللي انا كنت عيناها، طبعا مطلعهاش الا في المناسبات الحلوه اللي زي دي كده عشان الكميه. فبغسل الحله غسله حلوه اهيت واقوم ايه ان شاء الله احط فيها الغله تتسلق. هغسل طبعا الغله من النقع، هغسلها غسله حلوه. طبعا انتوا كلكم عارفين الكلام ده، بس انا يعني ايه بحكيه لكم علشان ايه تبقوا معايا في الموضوع بتاع جارتي ده، لان ايه جارتي يعني هي مش دبستني يا حبيبتي وعلى دماغي، بس يعني بعرفكم الجيران بتعمل ايه في بعضها. اديني غسلتها حلوه قوي عشان احطها في الحله بقى واحط عليها نص، يعني اغطيها قبل الميه وارفع الميه لغايه ايه نص الحله كده. حطيتها في الميه قدامكم اهوت. هعلق بقى عليها على النار. بغسلها برضو غسله حلوه تانية عشان لغايه ما تشوفي الميه زي الفل كانها نازله من الحنفيه، عشان الحاجه تطلع معاكي كده بسم الله ما شاء الله والحاجه زي الفل. اهم حاجه في الطبيخ يا جماعه وفي اي حاجه بتعملوها هي النظافه ثم النظافه ثم النظافه، بتطلع الاكل طعمه حلو وكده بسم الله ما شاء الله حلو. انا حطيتها تغلي اهي، غلقتها غليت، بصوا غليتها اهي غلوه. هطفى عليها بس. كل اللي انت هتعملي ما تعلقيش على الغله اكتر من كده. سيبها بقى ساعه تتشرب ميتها دي وتستوى في الميه بتاعتها. ترجعي بقى بعد ما تستوي في الميه بتاعتها هقول لك هنعمل ايه. خدتها اهو. بس طبعا يا جماعه خدت حلتي ورحت لجارتي. ليه؟ لان الحمد لله رجعت بالسلامه من المشوار اللي عندها. شلت الحله من على البوتاجاز بتاعي دخلتها على بوتاجازها. يعني انا سويت الغله عندي وهكمل ايه اعمل بقى ربط بقى الغله بالنشا عشان اعملها عاشوره زي ما هي عايزه تعملها وتطلعها لله. علقت طبعا النار وجايبه 5 كيلو لبن. هننزل بال5 كيلو لبن زي ما انتوا شايفين كده. هوريكم اللبن. هنزل بالحله كده اهوت كيلو كيلو. جايبين ما شاء الله 5 كيلو لبن. الله اعلم هيطلعوا معانا كام كوبايه. احنا جايبين كوبايات بزياده واللي يطلع ايه هنعد بعد كده واقول لكم هما المقدار طلع كام كوبايه معايا. طبعا اهو ما شاء الله اللبن اهو. طبعا انا هحط الحاجه كلها على بعضها مش هسيبه يغلي، يعني وقت ما حطيت خلصت كميه اللبن زي ما انتوا شايفين اهو ما شاء الله قربت الكميه تخلص اهي اهو ما شاء الله. حطينا بقى اللبن اهو ما شاء الله. حطه بقى على النار. هنزل طبعا انتوا عارفين العاشوره يا جماعه ما بتاخدش غله كتير، فانتي عينيكي طبعا هي اللي بتشوفي الحاجه اللي انت بتعمليها. طبعا كل ست بيت عارفه هي بتعمل ايه. فانا هحط حبه الغله على قد ما اشوف على قد ما الغله على قد ما اللبن هياخد. يعني هحط مثلا ايه ربع كميه اللبن غله، ربع كميه اللبن مش نص ولا حاجه اهو، علشان طبعا العاشوره بتاخد غله بسيطه. حطيت اهو ما شاء الله. اللي انا بحطه ده يا جماعه سر اي حاجه باللبن اصنص حليب. اللي ما عندوش يا جماعه يدور عليه بالله عليكم ويجيبوا، لان ده حاجه جميله جدا بتخلي اي حلويات اي حاجه فيها لبن بتخليها ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله الطعم والتست بتاعها تحفه. طبعا انا حطيت ايه فانيليا. مش عايزه تحطي فانيليا انت حره. نص كيلو سكر. انت بقى زي ما انت عايزه تشوفي الحلو بتاعك انت بتحبي الحاجه ايه. وطبعا ما بتيجوا تطلعوا حاجه لله بتطلعوا احسن حاجه انتوا عايزينها وبتطلعوا الحاجه اللي انتوا بتحبوا تاكلوها. فطبعا جارتي بتحب الحاجه مسكره فانا زودت لها السكر، يعني اخد 3/4 كيلو سكر. هقلب اهوت وهسيبها تغلي، وهي بتغلي هكون مجهزه النشا بتاعها. طبعا انتوا برضو هتعملوا النشا وتسيبوه وفي ايد وانت بتعملي وانت بتحلي النشا انت برضك مقدار نفسك بتشوفي اللي ربط معاكي قد ايه وعمل معاكي قد ايه. طبعا العاشوره ما بنربطهاش جامد، ما تبقاش زي المهلبيه، بتسيبيها فكه شويه طريه شويه عشان اما بعد ما بتفرغيها في الكوبايات ما شاء الله بتتقل هي من نفسها. فهو ما شاء الله انا هنزل بالنشا واشوف بقى ايه النشا عمل ما شاء الله الكميه هتاخد كل الكميه اللي معايا دي. حطيت اهو بسم الله ما شاء الله سمينا الله ما شاء الله لوجه الله الحاجه طالعه بسم الله ما شاء الله اهو ما شاء الله. بصوا يا جماعه ربطت ازاي ما شاء الله. هو ده السمك اللي احنا التقل اللي احنا عايزينه، ما تقليش عن كده عشان ما تنشفش معاكي عشان تبقى ما شاء الله كده حلوه. طبعا انا مجهزه الكوبايات بتاعتي، جايبين كوبايات كتيره واحنا بقى وايه ونشوفها ان شاء الله طلعت قد ايه. طبعا انا هطلع الحاجه قدامكم اهو ونشوف ان شاء الله. هقول لكم اخدت كام كوبايه عشان اللي عايز يعمل 5 كيلو ما شاء الله يبقى عارف هيطلع كام كوبايه.
حاجه جميله كده طالعه لوجه الله. واهم حاجه وانت جايه تعملي حاجه تسمي الله في كل حاجه، تلاقي حاجاتك ما شاء الله عليها جميله وزي الفل، حاجه زي الفل ما شاء الله. ما تنسوش يا جماعه اسانس الحليب ده، والله بقول لكم بيخلي الحاجه في منتهى الجمال. لكم ايه يا جماعه يا حبايبي يا اصحابي انتوا يا صحباتي يا كل صحباتي، ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو وتعملوا لايك، وده مش هيكون اول ولا اخر فيديو ان شاء الله. بصوا يا جماعه ما شاء الله كوبايات اهيت ما شاء الله. انا كده فكيت 50 كوبايه، اخدت ما شاء الله 50 كوبايه. هطلع بقى من ال50 التانيه وهشوف يعملوا معايا كام كوبايه. دول كده 50. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله يا جماعه. خلصت اهو، طلعوا بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله 70 كوبايه. يعني هنعمل ال5 كيلو هيطلعوا 70 كوبايه. اتمنى تنوروني في القناه بتاعتي وتشاركوني وتدعموني. ان شاء الله اقابلكم في فيديو تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.